ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. معاكم كريستينا من قناة دبارة وفري مع كوكي. تعالوا نعمل غدا باذن الله النهارده مع بعض. صينية بطاطس كده حلوة بالكبد والقوانص. حلوة جدا، طعمها شهي جدا. موفرة جدا برضو. هعملها بنص كيلو من الكبد والقوانص. دي كانت آه فراخ يعني جايباها وحوشت منها وطلعت منها الطبق دوت. معايا هنا برضو توم مهروس، بصلايه كبيره كده مقطعاها. معايا فلفل الوان اخضر واحمر. معايا عصير طماطم. معايا ايه؟ بطاطس كده نقعاها في ميه عشان ما تسودش، مقطعاها شرايح زي ما انتم شايفين. تعالوا ناخد بقى الحاجات دي على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. بصوا كده يا بنات، في حله على النار هسخنها، احط فيها معلقه سمنه. تمام. هنزل عليها ببصلايه كده كبيره مقطعه. بص، هو انا ولا هتبلها ولا هشوح، انا هديها بس صدمه صغيره كده. وبعد كده هنزل عليها بالقوانص في حالتين. لو انت مش عايزه تعملي القوانص بعد زي ما انا عاملاها كده، ممكن انت تسلقيها عادي وتحطيها برضو على البصل كده. انما غسلها كويس انا وضمناها يعني نظافتها، غسلها بالملح والخل وليمون ودقيق، فعارفه هي متظبطه يعني. انما انت لو شاكه ان هي مش نظيفه، ممكن انت تنقعيها في ميه مغليه وتشطفيها شطفه حلوه، وبعد كده تحطيها على البصل زي ما انا حاطه. انا زي ما بقول لكم، انا مش سلقاها، فانا عشان ضامنه نظافتها وهي لسه طازه يعتبر. غسلها كويس بالملح وخل وليمون ودقيق. انما الكبد بس غسلها بالملح والليمون والدقيق، ما حطيتش فيها خل عشان لونها ما يسودش. هنزل دلوقتي بالقوانص، عشان القوانص بتاخد سوا اكتر من الكبد. هحط برضو معاها هنا القلوب، عشان القلوب برضو بتاخد سوا شويه عن الكبد. الكبد ما بتستحملش، واقل حركه فيها بتتهري، يعني ايه، بتتهري بسرعه. بصوا كده القوانص شوحت تشويحه حلوه كده مع البصلايه. تمام. هنزل بعد كده بالبطاطس. انت بتنزلي بالحاجه الاول اللي هي بتاخد سوا، وبتسيبي الحاجه اللي هي الطريه للاخر خالص. تمام. هدي برضو تشويحه للبطاطس حلوه برضو مع الكبد مع القوانص والقلوب والبصل. ولاحظوا ان انا ده كل ده ولا حطيت لها ثوم ولا حطيت لها بهارات. لو حطيت لها ملح دلوقتي هتاخر معايا في السوا، لو حطيت لها ثوم دلوقتي هياخد لون ومش هتبقى ريحته حلوه وتقدري تشمي ريحته يعني غير لما تحطيه في الاواخر خالص. هسيبها برضه تاخد تشويحه حلوه كده مع
القوانص والبصل وهرجع لكم تاني. بصوا بنات، شوحت كده البطاطس حلو بقى معاها. هنزل عليها بعد كده ايه بالكده. تمام. شوحتها كده بالراحه من تحت لفوق عشان الكبد ما تتهري بسرعه، ما تستحملش يعني زي القوانص بصي بقى، عندك حلين: يا اما تكملي تسويتها في حله على النار، يا اما تدخليها في صينيه او في بايركس او في طاجن في الفرن. انا دلوقتي حطاها في طاسه كده، بس مش هعرف ان انا عشان هحطها في بايركس فمش عارفه اشتغل بيها مره واحده. لكن لو هتشتغلي بصينيه المونيا او كده ممكن ان انت تعملي كل حاجه في الطاسه وبعد كده في الصينيه وبعد كده تدخليها الفرن. فانا هخليها تاخد تشويحتها خالص وتتسبك شويه على النار، بعد كده هحطها في بايركس في الفرن تكمل تسويه. دلوقتي بقى هحط لها التومه، معلقه توم كده كبيره، هتفرق في الريحه والطعم حلو قوي لما تتحط من دلوقتي احسن ما تتحط من قبل كده. عايزه اقول لكم الريحه حلوه قوي 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 بعد ما حطيت الثوم. مش هقلب فيها كتير عشان الكبد ما تتحرقش. هديها برده تشويحه حلوه كده وبعد كده هحط عليها الفلفل الالوان. بس كده شوحتها كويس مع بعض. هحط عليها بقى فلفل كده احمر واخضر، واسيبهم برضو يتشوحوا شويه مع بعض، وبعد كده هحط عليهم عصير الطماطم والبهارات. هنزل عليها دلوقتي بعصير الطماطم. لو عندك كوبايه من الشوربه ممكن تكملي، لو مش من عندك زودي لها كوبايه ميه سخنه كده وحطيها عليها. تمام. هحط لها البهارات بتاعتها بقى دلوقتي. احط لها ملح، وفلفل اسود، احط بس 7 بهارات. تمام. وشويه كده من البابريكا تحمر لي الطماطم بتاعتي برضو شويه تديني طعم.
هديها بقى غلوة على النار، وبعد كده ايه هدخلها الفرن معاكم. رجعت لكم تاني يا بنات بعد ما الطاجن طلع من الفرن زي ما انتم شايفين بقى بالشكل دوت. مش عايزه اقول لكم ريحته وطعمه اتجنن، مخدش مني تسويه كتير، البطاطس استوت بسرعه يعني وبالشكل دوت. وكمان عملت جنبه رز بشعريه. ده الغدا بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم واكون قدرت افيدكم لو بحاجه صغيره. متنسونيش في اللايك للفيديو، تعملوا لي شير في الجروبات، تشتركوا في القناه لو اول مره بتشوفوها. اشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.